الفيلم بتاعنا النهارده عبارة عن واحد وخاله مفيش بينهم أي حاجة متشابهة، شغالين في نفس الشركة. واحد منهم اسمه عمر، مدير مالي محترم ومؤدب زيادة عن اللزوم، صريح لدرجة إن الصراحة نفسها بتتكسف منه. طول عمره مركز في شغله ومش بيعرف يتعامل مع البنات خالص. أما التاني فؤاد يبقى خاله وصاحب الشركة اللي هو شغال فيها، راجل عايش حياته بالطول والعرض، بيعشق السهر والدلع والانبساط، ومؤمن إن العمر مجرد رقم مهما كبر. كل حاجة بتكون ماشية عادي لحد ما بتدخل حياتهم مي، سيدة أعمال جميلة جاية تعمل حملة إعلانية ضخمة للريزورت بتاعها. ومن أول لحظة بيشوفها عمر الدنيا كلها بتقف بالنسبة له، ولسانه ما بيقدرش ينطق بأي كلمة حرفيا. وهنا بتبدأ رحلة مليانة مواقف مضحكة، خصوصا لما بيظهر تامر الشاب الرخم اللي بيبقى عارف عمر من أيام المدرسة، وكان معقده زمان ولسه مكمل المهمة لحد دلوقتي. وفي الوقت اللي عمر بيحاول يقرب من مي بطريقته الغريبة والعجيبة في نفس الوقت، فؤاد هو كمان بيلاقي نفسه واقع في الحب لأول مرة بعد الصرمعة اللي كان عايشها طول حياته مع نظلي دي تبقى أم مي. لكن زي أي قصة حب الطريق مش هيكون سهل أبدا، سوء التفاهم اللي هيحصل والمواقف الغريبة اللي هيمروا بيها، وأشخاص مستعدين يعملوا أي حاجة عشان يبعدوا الاتنين عن بعض. فهل عمر هيقدر يثبت لمي إن هو الشخص المناسب ليها، ولا تامر ده بقى هيقلب كل الموازين؟ كل ده هنعرفه سوا، بس في البداية خلينا نصلي على النبي، ويا ريت ننساش نعمل لايك لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم مع عمر المدير المالي في شركة دعاية وإعلان كبيرة، وصاحب الشركة يبقى خاله فؤاد. رغم إن هم قريبين إلا إن شخصيتهم مختلفة تماما عن بعض. عمر إنسان طيب وصريح زيادة عن اللزوم، بيقول كل اللي في دماغه من غير أي تفكير، وكل حياته شغل في شغل. أما فؤاد شخص اجتماعي وعاشق للحياة والسهر والبنات. في يوم بتدخل عليهم مي، صاحبة ريزورت كبير عايزة تعمل حملة دعائية ضخمة للمكان بتاعها. أول ما عمر بيشوفها بيثبت مكانه حرفيا، والبنت بتفضل تقول له صباح الخير وهو ولا هنا، مش قادر يرد حتى بشكل طبيعي. فؤاد بيحاول يعرفهم على بعض، بس عمر بيفضل متنح في وشها. بيدخلوا الميتنج ومي بتشرح قد ايه الريزورت بتاعها مهم بالنسبه لها، وان هي سابت كل حاجه في حياتها علشان تعيش هناك وتهتم بيه. فؤاد بيقول لها ان هم محتاجين افكار جديده بره الصندوق، وان عمر يبقى من اشطر الناس في الحته ديت ويقدر يساعدك تلاقي اللي انت بتدوري عليه. هنا عمر بيفاجئهم كلهم بسؤال غريب جدا، وبيسالها هو الريزورت دوت على البحر؟ طبعا سؤال غريب بيدل ان هو مش معاهم اصلا في القعده، فبترد عليه باستغراب لا على الترعه. هو الاستاذ راح مشوار ورجع ولا ايه؟ بيحاول ينقذ الموقف بسرعه بطريقه غريبه، وبيقول لها ان هو كان مركز معاها جدا، وراح مغير كلامه بسرعه وبيقول لها قصدي معاكم كلكم. وبعد ما بيرجعوا البيت فؤاد بيلاقي عمر بيتفرج على فيلم لعبد الحليم وشادية، فبيفهم فورا ان الواد وقع، وبيقعد يهزر معاه وبيقول له ان واضح عليه ان هو معجب بمي. بس عمر بيقول له ان هي مستحيل تبص له اصلا. فؤاد حاول يفهمه ان الحب ملوش علاقه بالشكل. وفي اليوم اللي بعده مي بتوافق ان هم يجوا الريزورت عندها يومين علشان يشوفوا المكان ويطلعوا افكار للحمله بتاعتها. فؤاد بيصر ان عمر يروح معاه ويسافروا سوا على الغردقه. ومن اول الطريق فؤاد بيبدا يديله في دروس عشان يقدر يتعامل معاها، وبيقول له ان هو يبطل التنحة اللي هو بيعملها، وان البنات بتعتبر الشاب اللي بيتنح شلحف. وبيوصلوا الريزورت ومي بتعرفهم على صاحبتها هنا. بالليل بقى فؤاد بيسيبه لوحده مع مي علشان ياخد راحته ويعرف يتكلم معاها. وهنا لاول مره بيبدا الكلام بينهم بيبقى طبيعي شويه، وبيتكلموا عن شغلهم وحياتهم. عمر بيعترف لها ان هو اصلا مش بيحب الاعلانات، وبيعرفها ان هو ما بيعرفش يكذب، وان خاله هو اللي زقه في المجال. الكلام بيعجب مي جدا، خصوصا صراحته. وعمر بيطرح فكرة دعائية ذكية جدا عليها، هي عبارة عن مسابقة للعرسان على النت، واللي يكسب ياخد رحلة شهر عسل في ريزورت مجاني. مي طبعا بتنبهر بالفكرة، بتقول ما انت عندك مخ اهو شغال. في نفس الوقت فؤاد بيكون ماشي على البحر وبيقابل نازلي تبقى ام مي، وبيحاول يعكسها بطريقته المعتادة، بس هي بتصده جامد. بيحاول معاها مرة ورا التانية، وبيوصل لمرحلة ان هو بيعرض عليها يشربوا خمرة سوا، بس هي بتصده. فبيقول لها ولا حتى حشيش عندي في الأوضة؟ فهي بتقول له طبعا اسبقني وانا هجيلك على الأوضة. طبعا عمنا فؤاد بيسبق على الأوضة وبيجهز المكان وبيروق على حاله وبيبقى مستنيها. بس فجأة واحدة بيسمع الباب بيخبط، بيلاقي مين؟ بيلاقي الأمن بتاع الريزورت، وبيبقوا عايزين يخشوا يفتشوا المكان، بس طبعا هو بيرفض لحد ما بتجي مي وعمر، ومي طبعا بتصرفهم بالطريقة. في الوقت دوت بقى بنعرف إن فؤاد واقع في حب نازلي، الراجل اللي عمره كله كان لعب وسهر وخروج، لأول مرة بيحس إن قلبه بيدق بجد. أما عمر ومي فالعلاقة بينهم كانت بتقرب يوم بعد يوم شوية، بس المشكلة إن في شخص تالت مش ناوي يسيبهم في حالهم، وهو الشخص التاني تامر دوت كان مأجر الجيم من مي، وبيبقى عارف عمر من أيام المدرسة. وأول ما ظهر بيحاول يضايقه بأي طريقة تخطر على بالك، كل شوية بيناديله باسمه على هوطة وبيقعد يحرجه قدام الناس. عمر من كتر ما هو متعقد منه كان أول ما بيشوفه بيهرب من المكان وبيتوتر. في يوم مي عزمتهم كلهم على يخت، وهناك بدأت المنافسة الحقيقية بين عمر وتامر. مي كانت بتحاول تلمح لعمر أكتر من مرة إن هي معجبة بيه، بس الواد تنح رسمي ومش فاهم أي إشارة منها، وكل ما تحاول تقرب منه بيرد ردود غريبة تخليها تزهق. وهم على اليخت مي طلبت حاجة من تحت المية، تامر طبعا ما صدق، قال لها انا هنزل اجيبها لك. عمر اول ما سمع الكلام دوت قال لها لا انا كمان هنزل، والاتنين نزلوا تحت الميه واتخانقوا حرفيا على مين اللي يجيب الحاجه اللي هي عايزاها. تامر طلع الاول بس عمر طلع بعده بثواني، بس المصيبه ان هو طلع جري، والسبب ان كان في قرش بيجري وراه. بيفضل يجري لحد ما بيطلع اليخت قبل ما القرش يلحقه.
وجسمه كله يكون متبهدل. بس في اللحظة ديت مي كانت مبسوطة جدا إن هو خاطر بنفسه علشان يجيب لها اللي هي عايزاه. تاني يوم بقى في الجيم تامر بيقرر يغلس على عمر شوية ويقول له تعالى العبك رياضة اظبط لك السكس باكس. عمر بيقول له ان هو ملوش في الجيم وان هو بيلعب بوكس. تامر قال له وماله يلا بينا نلعب جولة. مي بتحاول تمنع الماتش دوت وبتقول لعمر ان تامر ايده تقيلة جدا، بس عمر بيتحمس وبيقول لها انت لسه ما شفتيش ايدي انا كمان. بعد اقل من دقيقة عمر بياخد اول بوكس في حياته والناس كلها بتجري تنادي على الدكتور. فؤاد اول ما بيعرف بيتجنن، بس عمر بدل ما يزعل كان فرحان جدا ان مي اهتمت بيه وجابت له الدكتور. بعدها مي راحت تزوره. فؤاد كالعادة بيخلع ويسيبهم لوحدهم. بيتمشوا سوا على البحر وعمر لأول مرة بدأ يتصرف بشكل ألطف، لدرجة إن هو بيديها الجاكيت بتاعه لما حست بالبرد. وهنا مية بتعزمه على الفطار على البحر. في اليوم اللي بعده عمر طبعا بيبقى مش مصدق نفسه من الفرحة. بس قبل ميعاد الفطار تاني يوم تامر بيعمل حركة زبالة، بيجيب أصحاب مي كلهم فجأة وبيقنعوها إن هم ياخدوها خروجة طويلة. فمي بتضطر تروح معاهم ومتعرفش تقابل عمر. عمر بيقعد مستني ومش فاهم هي اتأخرت ليه. في نفس الوقت دوت فؤاد بيكون أخيرا خد خطوة كبيرة وبيطلب إيد نازلي، بس هي ما بتكونش موافقة وقالت له مش هفكر في أي حاجة ولا أي خطوة غير لما تطمن على بنتها الأول. بعدها بيعرف منها إن تامر اتقدم لمي رسمي ولسه مستني ردها. بيجري على طول على عمر بيقول له فوق يا ابني البنت ممكن تضيع منك. عمر بيقول له طب وأنا أعمل إيه؟ بيقول له لا أنت سيب لي نفسك خالص. بالليل بيتجمعوا كلهم في نايت كبير داخل الريزورت. مي بتحاول تعتذر لعمر على موضوع الفطار وهو بيقول لها إن هو مش زعلان، بس هنا بقى بيظهر الشغل بتاع مين؟ بتاع فؤاد. بتظهر سوزانا بنت جميلة وبتبدأ تركز مع عمر بشكل واضح وبتطلب منه ان هو يرقص معاها. عمر بيقعد يقول لها ان هو ما بيعرفش يرقص بس هي بتقول له انا هعلمك. ومن هنا بتبدأ مي بتغير عليه. كل يوم سوزانا بتقرب اكتر من عمر وبتاخده معاها الجيم وبيخرجوا سوا وبيقعدوا يتكلموا مع بعض والناس كلها في الريزورت بدأت تتكلم عليهم. ومي من جواها كانت بتتجنن بس هي مش قادرة تعترف بحاجة لحد ما بيجي عيد ميلادها. عمر بيعرف بالصدفة من فؤاد ان النهارده يبقى عيد ميلادها، فبيكلمها وبيعيد عليها وبيعزمها على عشاء رومانسي. طبعا بتوافق على طول وبيخرجوا مع بعض في ليلة جميلة جدا. عمر بيكون مجهز جو رومانسي محترم علشان يقدر يعترف لها بحبه وبيقول لها ان هو مفيش اي حاجة بينه وبين سوزانا وكان خلاص على وشك يعترف بحبه. بس كالعادة تامر بيجي وبيبوظ كل حاجة. بيظهر هو واصحابه فجأة وبيحولوا العشاء لاحتفال جماعي بعيد ميلاد مي. بعد شوية بيقترحوا لعبة الصراحة والدور بيجي على مين؟ على مي. فبيبدأ تامر يسألها على أحلى صفات فيه. هي طبعا بتجاوبه عادي فبيقول لها طب ايه بقى مش ناوية تتجوزيني؟ فجأة بينزل على ركبته وقدام الكل بيطلب ايديها للجواز. مي بتتصدم طبعا وبتقول له ان الكلام دوت مكانه مش هنا. وبتبص وبتدور على عمر بس ما بتلاقيش عمر. عمر بيكون مشي قبل ما يسمع الرد بتاعها. وهنا قلبه بيتكسر لأول مرة. وهو في طريقه بيقابل سوزانا فبتاخده هي واصحابها على حفلة تانية علشان يفك شوية. وعلى ناحية تانية فؤاد ونازلي أخيرا اعترفوا لبعض بحبهم بشكل واضح. أما عمر بقى فكان بيشرب اكتر واكتر عشان يقدر ينسى. وكل اللي كان في دماغ عمر ان مي اكيد وافقت على تامر وان هو كده خلاص خسرها. في نفس الوقت مي كانت قاعده في عيد ميلادها مخنوقه جدا. هي اصلا كانت مستنيه ان عمر هو اللي يعترف بحبه وفجاه لقيت تامر هو اللي بيطلب ايديها. والاسوأ من كده بقى ان هي لما بصت على عمر ما لقيتوش اصلا. الحفله خلصت وتامر روح وكل واحد مشي في طريقه. اما عمر فكان خلاص فقد تركيزه تماما من كتر الشرب اللي شربه. تاني يوم الصبح بتحصل المصيبه. مي بيجي لها اتصال من امن الريزورت بيطلبوا منها تيجي فورا لان في مشكله حصلت. بتروح بسرعة وبتتفاجئ إن عمر وسوزانا نايمين مع بعض على سرير واحد وفي منظر مش كويس. عمر نفسه أول ما صحي ما كانش فاهم أي حاجة، قاعد يبص حواليه ومش مستوعب اللي حصل وإن هو إزاي وصل للمكان دوت. بيحاول يكلم مي ويشرح لها إن هو مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت بس هي بتكون منهارة تماما وبتقول له إن الريزورت بتاعها ما ينفعش يحصل فيه الكلام دوت وإن هي شافته بعينيها ومش قادرة تصدق أي تبرير ممكن يقوله. عمر بيحاول يشرح لها ويقول لها إن هو مش فاكر أي حاجة حصلت بس هي بتقاطعه وبتطلب منه يبعد عنها. وقبل ما تمشي بيقف قدامها وبيقول لها كلمتين، بيقول لها اوعدك ان بكره الصبح مش هتشوفي وشي هنا تاني وبيمشي وهو منهار. بس فؤاد ما كانش مقتنع بالقصه دي خالص. طبعا ابن اخته عارف اوله من اخره وعارف ان عمر مش ممكن يعمل حاجه زي كده ابدا فبيبدا يدور ورا اللي حصل. بيقرروا هو ونازلي يروحوا يتكلموا مع هنا صاحبه مي. هنا في الاول بتكون متردده وخايفه بس ضميرها بدا يصحى وبتعترف بكل حاجه حصلت وشافتها بعينيها. بتقول لهم ان الليله ديت كل الناس كانت سكرانه لكن هي شافت بعينيها تامر وهو بيستغل ان عمر فقد وعيه. وشافته وهو بيحط عمر وسوزانا في سرير واحد بنفسه وكمان هو بيخلع لهم هدومهم علشان يبان المنظر اللي هم شافوه. وبتقول لهم ان هي سكتت لان تامر عرض عليها نص مليون جنيه بس ما قدرتش تعيش مرتاحه بعد اللي هي شافته وما قدرتش تعترف بيه. والاهم من كده ان هي سجلت مكالمه لتامر وبيعترف بنفسه بالجريمه اللي عملها. هنا كل حاجه بتتكشف. مي سمعت التسجيل بنفسها وبتعرف ان عمر كان بريء من اول لحظه وان تامر هو اللي دبر كل القصه اللي حصلت ديت. الغضب بيمسك فيها بشكل رهيب. بتروح لتامر وبتقلب الدنيا فوق دماغه. بتلغي كل العقود والشغل اللي بينهم وبتطرده من حياتها كلها. اما فؤاد كان مستنيه على احر من الجمر.
أول ما بيشوفه بينادي عليه بهدوء خالص: تعالَ يا تامر، تعالَ يا حبيبي. تامر بيفتكر إنه هيقول له حاجة وإن الدنيا تمام، بيقرّب منه وفجأة واحدة ادّاله على وشه، ما بيشوفش غير سواد وبيقول له: بقى بتأذي ابن أختي يا ابن الجزمة. وبتبقى نهاية مستحقة لكل اللي عمله على أحداث الفيلم. بعدها مي بتجري بتدور على عمر قبل ما يسافر عشان تلحقه في آخر لحظة، وبتاخده بعيد عن الناس وبتتكلم معاه وبتقول له إن هي عرفت الحقيقة كلها وإن هي غلطت لما ما وثقتش فيه من البداية وإن هي من زمان أصلا كانت بتحبه. عمر في الأول ما بيكونش مصدق، بس أول ما بيسمع الكلام من مي نفسها بيحس إن كل اللي مر بيه في الأيام اللي فاتت كان يستاهل. وبيعترف هو كمان إن هو بيحبها، وبتبدأ بينهم لحظة رومانسية طويلة مليانة بالحب والمشاعر اللي كانوا مخبينها على بعض طول الفيلم. وفي الناحية التانية فؤاد بيبقى أخيرا كسب قلب نازلي، والراجل اللي كان بيجري طول عمره ورا البنات بيلاقي نفسه أخيرا عايز يستقر ويتجوز. أما عمر الشاب اللي كان بيتلخبط أول ما بيشوف مي ومش عارف يقول جملتين على بعض، فبينجح أخيرا إن هو يكسب حب البنت دي، وبكده كل المشاكل بتتحل. تامر خرج من الصورة وفؤاد ونازلي قربوا من الجواز، وعمر ومي بدأوا قصة حبهم بشكل رسمي. ودي بتكون نهاية أحداث الفيلم بعد رحلة طويلة من المواقف الكوميدية والإحراج والحب. ولو عجبك الفيلم يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي في الكومنتات، والسلام عليكم.